الفيديو ده هيكون أول فيديو في سلسلة هعلمك فيها إزاي تأسسي ابنك بنفسك في البيت. أول خطوة في مرحلة التأسيس هي إنك تعلمي ابنك إزاي يمسك القلم صح. من المشاكل الشائعة اللي إحنا كمدرسين بنلاقيها عند معظم الأطفال إن الأطفال بتمسك القلم غلط، زي مثلا بيمسكوا القلم كده، بيكتبوا كده، بيمسكوه كله بإيديهم كده، أو أحيانا بيمسكوا القلم يعني ما بيكونوش متحكمين فيه، بيبقى القلم بعيد عن صوابعهم الاتنين دول، يمسكوا القلم كده اهو. وده بسبب إيه؟ أول حاجة ضعف العضلات الدقيقة اللي هي الصوابع دي. لازم الصوابع دي إحنا ننميها الأول، وأنا هقولك على كذا طريقة تعمليها مع ابنك عشان تقوي عضلات إيده الدقيقة دي، زي مثلا إنه يفك زراير القميص، التدريب بالصلصال، أو تعملي له عجينة في البيت، يلون جوه رسمة بس مش لازم إن انت تحكميه جواها، لا عادي ممكن يلون عشوائي مش مشكلة، بس يمسك القلم صح. إنك تعوديه إنه يمسك القلم بالصباعين دول ويسند بالتاني، دي طريقة مسكة القلم صح. نيجي لمرحلة الكتاب. دلوقتي قبل ما ابتدي في أي مادة سواء عربي أو حساب أو إنجليش أو ماس، المفروض إن أنا باخد أول فترة أعلم فيها الطفل أشكال معينة هتساعدني بعد كده في كتابة الحروف والأرقام. زي إيه الأشكال دي يا مس؟ أول شكل إن أنا أخليه يكتب عمود كده مستقيم واساعده ان هو يكتب، بس في حاجه ما ينفعش امسك ايده، انا اعمل الخط ووريله الاتجاه بتاعي ازاي، الخط ده نازل لتحت، الخط ده كده طالع لفوق، بعلمه الاتجاهات كده، اعمل له خط معوج كده، خط معوج كده، واخليه يقلدني. هيجي في الاول ممكن ان الخط ده يعمله لك كده كبير، فانت لا ما تزعقيهوش، ما تتعصبيش، لا قولي له لا كده شكله وحش، احنا عايزين نكتبه بخط احلى، فيلا تاني نجرب. وتعملي انت تمسكي قلم تكتبي وتخليه يكتب زيك بالظبط، مره في مره هتلاقي الاشكال دي جايه. الاشكال دي سهله وبسيطه. بعد ما خلصنا الشكل اللي هو كده والشكل كده والشكل كده وان هو طالع لفوق، خلصنا خلاص الشكل ده، ننتقل لشكل تاني ان هو يعمل لنا دايره مقفوله. بعد ما نخلص الدايره المقفوله يعمل لنا الشكل كده، والعكس الناحيه التانيه، حرف اليو كده، والعكس الناحيه التانيه، الخط المستقيم كده، النقطه ندربه عليها لان في اطفال بتعملك النقطه كده، فلا انا لازم اعوده على الشكل ده. طيب انت دلوقتي هتقولي لي ايه فايده الاشكال اللي انت بتقولي لي عليها دي، وهتساعدني ازاي في كتابه الحروف؟ هقولك ازاي. اول حاجه هنيجي مثلا لماده العربي، فهو الطفل بيتعلم ازاي يكتب الهمزه. انا دلوقتي انا خلاص ايديه اتمرنت ان هو بيكتب الشكل ده، فبالتالي هيقدر ان هو يكتب لي الهمزه ان احنا نلف اديو، الشكل ده استخدمناه، هيشد الخط، الشكل ده احنا استخدمناه، العصايه دي يبقى الشكل ده احنا استخدمناه. يبقى انا استخدمت الاشكال في ان انا اكتب حرف الالف بطريقه صحيحه. مثلا دلوقتي انا هكتب حرف السين، فالسين طبق وطبق وطبق كده، فاستخدمت الشكل ده. دلوقتي هكتب حرف الجيم، فانا بعمل راس الحاء مثلا او راس الجيم وبستخدم بعد كده الشكل ده، فانا استخدمته برضو ده تاني. يعني اهو استخدمت الاشكال. النقطه هتقولي لي انا هستخدم النقطه دي في ايه؟ هقولك دلوقتي لما يجي يكتب حرف الباء فهو هيعمل الطبق تحتيه نقطه، هيكتب مثلا السين دي لو هياخد الشين فهو هيعمل لك النقط، مش هيجي يشخبطلك، مش هيجي يعمل لك كده ولا كده، يعني اكيد الشكل ده احسن بكتير. طيب بالنسبه بقى للانجليش فاحنا هنستفاد ازاي؟ اول حاجه ان انا مثلا لما اجي اكتب لتر A فانا استخدمت الخط ده والخط ده وده، كتبت لتر A. لو انا هاجي اكتب لتر B فانا بعمل العصايه، يبقى انا استخدمت ده، ببتدي اعمل البي كده، فانا استخدمت ده مرتين، سهلها عليا. هكتب البي سمول العصايه والبي سمول. لتر سي طبعا هو اتعود عليه فبالتالي هيكتبه بطريقه اسهل، مش هتلاقي ابنك كتبهولك كده، لا اهم حاجه ان انت تعرفي الاتجاه، انا ببدا من هنا وبلف. ده كده بالنسبه للانجليش. بالنسبه للماس او الحساب هنبدا بالحساب، لما يجي يكتب واحد هيكتب واحد، هو خلاص اتعود على الشكل ده. هيجي يكتب لك 3 فطبق طبق وبنزل على طول، استخدمت الشكل ده مع العصايه. هيجي يكتب 4 فاستخدم الشكل ده. هيجي يكتب 10 عرف يعمل الزيرو ده جنبي 1. 8 فهو يعرف يعمل 8. طيب ده بالنسبة للحساب. بالنسبة للماس هيستفاد بيها ازاي؟ ان هو مثلا لما يجي يكتب نمبر 1 فهو استخدم الشكل ده مع الشكل ده، كتب لك نمبر 1 مع الشكل ده. نمبر 2 تقدري بقى ساعتها احنا بنعمل كده، نشد خط نعمل بالشرطة، فهو استخدم برضو الاشكال، استخدم الشكل كده كده كده. 7 فهو كده من خلال الاشكال دي هيسهل عليكي بعد كده ان انت تعرفي تخليه يكتب بسهوله وبشكل منظم وبطريقه صح. في حاجات هتواجهك وانت بتعلميه الاشكال اللي انا قلت لك عليها دي. دلوقتي مثلا انت بتعلمي الطفل
الشكل ده كده او الدايره دي كده مثلا، انت بتعلميه ازاي يكتب. طبيعي جدا 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 ان هو طفل فهيتبع معاكي اسلوب ان هو يزهقك، ممكن يعمل لك حاجه صغننه كده، ممكن يعمل لك حاجه كبيره قوي كده، يعني هيتعبك عقبال ما يوصل لك للشكل ده لو هو عايز يزهقك، او لو انت مستخدمه طريقه مش مشجعاه على المذاكره. طيب الحل ايه يا ميس؟ لو انا كشكولي فاضي او انا بستخدم معاه سبوره زي دي مثلا، فانا اقدر ان انا اعمل له مربعات ادرجها من الاكبر خالص للاصغر، واخليه ان هو جوه المربع ده بس يعمل لي الدايره اللي انا بقول عليه، بعدها جوه المربع ده اصغر فاصغر. لو انا عملت له مربعات تانية صغننه كده فهيبتدي يكتب جواها بس لحد ما يوصل للخط اللي انت عايزاه. طيب انا مش متاح عندي السبوره دي، تقدري ان انت تجيبي كشكول مربعات او السبوره الخاصه بالمجموعه بتاعتنا. طب انا هستخدمها في ايه؟ ان انا دلوقتي هقدر ان انا اقول له جوه المربع ده نعمل الخط ده، جوه المربع ده هنعمل الخط ده، جوه المربع ده هنعمل كده، هنعمل الدايره. طبعا في الكشكول بيبقى المربعات اصغر من كده، فهتقدري تحكميه بالنقطه ان هو يعمل النقطه جوه المربع اللي موجود في الكشكول. دي مشكله من المشاكل اللي هتواجه. في مشكله كمان هتواجه، الشكل اللي انا قلت لك عليه ده مش هيعرف يجيب، هو هيجيبه كده بس مش هيعرف يجيبه بالعكس. طب الحل ايه؟ تمسكيش ايده، يعني ان انت تمسكي ايده دي في النهايه خالص لو خلاص هو مش عارف وجربت طرق كتير. هقول لك على طريقه جابت نتيجه حلوه مع الاطفال اللي معانا، ان انا باجي ارسم له الشكل اللي انا عايزاه يعمله ده، بس بعمله كده واعمل له ارسم له هنا مثلا، ولنفترض ان انا ابني اسمه احمد مثلا، فانا برسمه اقول له بص انت واقف عامل ازاي، واقعد اضحكه على شكله. انا برسم اي حاجه كده بس تشجعه. مثلا احمد ده بيحب ايه؟ بيحب التفاحه، فارسم له هنا كده تفاحه. طب يلا يا احمد تيجي نمشي جوه ده عشان نوصل لحد التفاحه، فهيبتدي احمد هيتشجع، انا عايز اوصل بسرعه 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 بسرعه، فهيوصل لك للتفاحه. في الاول طبعا مش هيجي زي كده، في الاول هتلاقيه جالك كده فوق، قولي له لا 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 كده احمد مش هياكل التفاحه، شجعيه لحد ما يجيبها لك بالظبط. تقدري ان انت تعملي له نقط من جوه، وممكن ان انت ما تعمليش نقط، اهم حاجه رسمتك الخارجيه تبقى مظبوطه. بس كده هتلاقي مثلا الطريقه دي بتنفع مع الاطفال كتير، فالطريقه دي كويسه جدا وبتجيب نتيجه بسرعه. بعد ما بتخلصي الشكل ده تبتدي بقى ان انت ما تعمليش الشكل ده، وتبتدي بقى تقولي له طب يلا بقى نعمله لوحدنا، فواحده واحده تدريجيا هتلاقيه عمله على طول لوحده. ده في حاله ان في شكل من الاشكال وقف معاكي. استبعدي ان انت تمسكي ايده نهائي نهائي نهائي. انا اوحي للطفل او اوحي لابني ان انا ماسكه ايديه، لو ما تمسكيش ايده قوي بس كده، وتكون احنا خلصنا الاشكال التمهيديه اللي بعد كده هتساعدنا في كتابه الحروف والارقام بطريقه صحيحه. اتمنى ان يكون الفيديو ده عجبك واستفدتي منه. لو في اي حاجه احتجتيها ابعتلنا رساله على الصفحه او على الجروب الخاص بينا، وان شاء الله الفيديو الجاي هعلمك ازاي تاسسي ابنك في العربي. والسبورتين والقلم دول هديتين من الهدايا اللي احنا بنقدمها لك مع المجموعه، والمجموعه اللي انا بستخدمهم في الشرح هي مجموعه بندي وتشايلد لتاسيس الاطفال. لو لسه ما طلبتيش المجموعه الخاصه بيكي ابعتلنا رساله على الصفحه عشان تلحقي العرض.